في المشهد التاني يا معلم، بعد ما خلصوا كريستيان بيطلع من الغرفة بتاعته وهو فرحان جدا وسعيد، فجأة بيشوف مامته ماريا واقفة قدام الباب. راح سألها انت بتعملي ايه هنا؟ راحت قالت له في ضيف عاوز يشوفك. وساعتها اتفاجئ بديفيد جوز إيلي موجود عندهم في البيت. راح اتعصب جدا على مامته لانها سمعت الانسان ده يدخل بيته. وماريا عرفت ابنها كريستيان انها اتصلت بيه علشان يصالح مراته، وكمان عرفته ان هي شافت كل حاجة وعرفت العلاقة اللي بينه وبين المعلمة. وانا عملت كده عشان احافظ عليك لانك انت ابني الوحيد ومش عاوزك تضيع من ايديا. راح قال لها انا بحبها من كل قلبي ومش هترجع لجوزها مرة تانية لان على طول بيهنها ويضربها. راحت مامته قالت له ما يصحش ان تعمل علاقة مع واحدة زي مامتك. قال لها مرة تانية بحبها من كل قلبي وكمان هي بتحبني. بعد كده مامته بتقول له ما فيش حد بيتضرب ويتعاقب من غير سبب، ولازم إيلي غلطت عشان جوزها يعمل فيها كده. راح قال لها ده جوزها انسان بلطجي. بعد كده ماريا بتتكلم مع ديفيد وعرفته بالعلاقة اللي بين ابنها ومراته. راح كريستيان اتعصب عليها عشان عرفت جوزها بالعلاقة اللي ما بينهم. الغريب ان ديفيد بيقول لها ان دي مش اول مرة تعملها، عشان كده معاملتي معاها مش حلوة. وقتها كريستيان بيسخر جدا من برود اعصابه، وجوزها طلب من كريستيان ان ينادي عليها. قال له بتكرهك ومش هتروح معاك، وانت ازاي عاوز ترجع لها مرة تانية بعد ما عرفت العلاقة اللي بيني وبينها؟ بعد كده كريستيان بيديله مفتاح الغرفة بتاعته وقال له روح انت نادي عليها وانا متاكد انها ترفض تعيش معاك مره تانية. راح ديفيد اتحداه وخد المفتاح ودخل الغرفه اللي نايمه فيها إيلي، واتفاجئ انها مش موجوده وهدومها مرميه على السرير. راح ديفيد اتعصب جدا لما عرف ان مراته عملت علاقه مع كريستيان. راح مسك الملابس بتاع مراته ورماها على مامته ماريا. بعد كده سابهم ومشي. وفي المشهد التاني يا معلم، كريستيان بيتكلم مع مامته ويقول لها انت دمرت حياتي مع الانسانه الوحيده اللي بحبها من كل قلبي، وانا خلاص كبرت وبقيت شاب وممكن اعتمد على نفسي خلاص، لكن انت ما زلت بتعامليني كطفل صغير. راحت مامته ماريا قالت له انا بخاف عليك من كل حاجه. بعد كده ماريا اعتذرت ليه وعدته انها مش هتعمل كده مره تانية، لكن كريستيان بيسيبها ويمشي وهو متعصب جدا. وساعتها هو ماشي بيتفاجئ بحبيبته إيلي موجوده جوه العربيه، وكريستيان ما كانش مصدق نفسه وفرح جدا ان حبيبته رجعت له مره تانية. وفعلا هما الاتنين بيتجوزوا وكملوا حياتهم مع بعض، وفرق السن ما كانش عائق بينهم. وبكده يا صاحبي بيخلص الفيلم، ويا ريت لايك وشير واشوفك على خير.